رمضان قرب وقاع رانا حايرين وقاع رانا نخمو كيفاش رايحين نقرو هذا رمضان، خاصة رايحين نقرو 4 أسابيع كاملة. كيفاش رايحين نقرو؟ بالصيام وبالتعب وزيد لها الاختبارات. في هاد لا فيديو رايحة نعطيكم جدول دراسي رمضاني منظم تقدروا نتوما تستعملوه وتجيبوا به اعلى العلامات باذن الله. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنسوش تبارطاجوه كي تعم الفائدة، ويلا نبداو لا فيديو تاعنا. سلام، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وكامل بخير وانتوما تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم كما شفتوا في العنوان وكما حطيت لكم دجا البارح كنت حطيت لكم قلت لكم متحمسين، قلتوا لي اكيد رانا متحمسين، ودجا كاع من قبل كنتوا تقولوا لي في التعليقات نور ديري لنا كيفاش ننظموا وقتنا في رمضان، واكيد نور اي حاجه تطلبوها رايحه نديرها لكم. كما قلت لكم رايحه ندير لكم كيفاش ديروا جدول رمضاني، خاصه هاد الشهر رمضان رايحين نقروه كامل ومن بعد ندو عطله ماشي كما مداري. ندو اسبوعين الاولى او التوالى. فيلا نبداو. الحاجه الاولى تجبدوا ورقه وستيلو، تجيبوا توقيت الاسبوعي تاعكم، تجيبوا ورقه بيضاء باش تكتبوا في هذاك الجدول. الحاجه الاولى في الجدول الزمني تاعكم تنقلوا كامل الصوالح اللي راكم باغيين، يعني المواد اللي راكم باغيين تقراهم، يعني تقريبا نفس الجدول اللي درتها لكم. شوالا هذا عنده يعني اوقات محدده كما عندك كما راكم تشوفوا. الحاجه الاولى بديت بها يعني زوقت من برا، كتب جدول دراسي رمضاني، لونته، درت فوانيس، زوقتها يعني باش ندي طاقه ايجابيه كنشوف داك الجدول. المهم كما قلت لكم يعني راح يكون مقسم، يعني نفس تجيبوا ورقة ستيلو اكتبوا مثلا الأحد شا عندكم، الاثنين شا عندكم، ادو مادة أساسية ادو مادة ثانوية، باسكو دايما أي توقيت تبغوا ديروه ولا أي جدول تبغوا ديروه دايما ادو المادة اللي درتوها في داك النهار، باسكو لو كان ما تراجعوش ديك المادة اللي درتوها في داك النهار، لا بغا مادة واحدة أو مادتين، ماشي مش تقروا كاع المواد بيان سور، كامل المواد ما راحش تقدروا، يعني مادة واحدة أساسية مادة واحدة ثانوية تقبضوهم، ديروا ملخص، ديروا كما فهمتكم داك النهار، تقبضوا الأستاذ اللي موالفين ديروا عنده في اليوتيوب. إلا نتوما سنة أولى ثانوي راني درت لكم يعني الأساتذة اللي تقدروا تعتمدوا عليهم، روحوا شوفوا لا فيديو تقبضوا الأستاذ تفهموا. ومن بعد تلخصوا الدرس سواء تاني من اليوتيوب ولا من الطريقة تاعكم الخاصة. ان شاء الله حندير لكم كيفاش يعني تلخصوا دروسكم كما قلت لكم بطريقتكم الخاصة. ومن بعد اكيد راح تروحوا تحلوا تمارين من المستوى السهل الى المستوى الصعب. هذه هي يعني الطريقه راها باينه كما قلت لكم، يعني دائما راني نقول لكم طريقه راها باينه، يعني انتوما استغلوا فرصه مادام اليوتيوب كاين، مادام كلش راه متوفر عندكم، يعني استغلوا الفرصه باش تجيبوا على العلامات باذن الله. كما راكم تشوفوا هنا يعني مازالني راني نزوق. نتوما تاني جيبوا ورقه زوقوا يعني باش تدوا طاقه ايجابيه كي تشوفوا داك الجدول. وهذه هي النتيجة، يعني كانت بسيطة. ومن بعد اقلبوا الورقة. دجا انا هنا كي كنت نخدم في جدول، انقطعت الكاميرا فهنا ما كنت شفتها، يعني هنا درت لكم هكا باش تشوفوا، يعني باش ديروا كابتور ديكران وتشوفوا. هنا يعني هاد الصفحة راح تكون خاصة فقط بالايام اللي يكونوا نقروا فيهم، يعني احد اثنين ثلاثة اربعة خميس، اما الجمعة والسبت راح نديروا لها صفحة خاصة بها. كما راكم تشوفوا قسمت يعني الايام، واكيد راح نقسموا الفترات اللي راح نكونوا نقروا فيهم. كاينه فتره يعني بعد القرايه، شوفوا حد الان يعني مازال ما عطاوناش توقيت اللي نخرجوا به، يعني يعني الحصه الاخيره يعني في العشيه، الله اعلم نورمالمون 3:30 ولا 2:30 حاجه هكا. المهم بعد القرايه هذه هي الفتره، وعدنا تاني فتره بعد الافطار، وعدنا فتره يعني كي تكون هذيك السهره. دوك نفهمكم كلش. كما راكم تشوفوا هنا راني قسمت وغادي نقسم الفترات. الفترة تاع بعد المدرسة يعني راكم تعرفوها كي تجو، يعني ما درتش حطيت فيها بزاف، يعني حنتقروا تقدروا تقولوا ساعة ونص، ساعة ونص هكا تقدروا تقروا فيها. وبعد يعني تقدروا تعاونوا امهاتكم، يعني طيبوا معاهم توجدوا معاهم صوالح تاع الفطور، يعني ما راحش تكون وقت يعني اللي نقروا فيه بزاف. ومن بعد كيما راكم تشوفوا قسمتها كما هاك. ومن بعد عندنا مور فطور، يعني مور فطور ماشي ديريكت،
مول الفطور يعني تروحوا تصلوا صلاة التراويح، يعني صلاة التراويح كاع رانا نصلوها، تصلوا صلاة التراويح، كتجو تقروا دوك نقولكم واش تقروا، ومن بعد يعني اثناء السهرة يعني باسكو رانا في رمضان نسهروا ما نرقدوش يعني حتى للسحور، تما هذيك الوقت يعني باش ما تضيعوش في هذيك السهرة والضحك واللعب، مداري يعني يعطونا ديك العطلة، تما مداري نستغلوها مليح، ولكن هاد الخطرة راح نستغلوها في القراية يعني كما نقولوا فقط يعني 4 أسابيع ولا سيمانتين، يعني نعم سيمانتين الأولى راح تقروا فيهم تعبوا فيهم، ومن بعد تنالوا في السيمانتين الأخرى وتشوفوا المعدل تاعكم بإذن الله. فاستغلوا هاد السيمانتين، اقروا اتعبوا، وإن شاء الله باش يعني ربي دايما يشوف العبد اللي يعني يتعب باش يجازيه. كما راكم تشوفوا هاني هنا اكتب بعد فترة المدرسة، بعد فترة الإفطار، وفترة السهرة، يعني فترة السهرة كما قلت لكم راهي من 10 ل11 12 لوحدة الزوج، باسكو كاين اللي ما يرقدوش، كاين اللي ما يرقدوش حتى للسحور ويرقدوا ديريكت، ومن بعد ما ينوضوش بكري. هذه في الجمعة والسبت، اما الايامات الاخرين اكيد رايحين تنوضوا بكري كما راكم تشوفوا. هنا راني زعما كل ما ندير خطوة راني ندير لكم باش ديروا كابتور ديكرون، ماشي كما داك النهار يعني ما خليت لكمش باش ديروا كابتور ديكرون هكا باش تقدروا تعاودوا تنقلوا. وهنا راح نقول لكم اش ديروا. عندكم بعد فترة المدرسة ديروا مادة أساسية، مادة أساسية واحدة فقط. بعد الإفطار ديروا مادة ثانوية، واثناء السهرة يعني اثناء السهرة الرمضانية ديروا حل تمارين، ديروا حل تمارين تاع مادة اساسية، وديروا حل تمارين تاع مادة ادبية. وإلا بغيتوا يعني كانت عندكم الطاقة وكانت عندكم الانرجي تقدروا تزيدوا حاجة واحدة اخرى، يعني كيما انا لا شفت روحي يعني قديت يعني خاصة بعد المدرسة ولا بعد الافطار شفت روحي قديت على حاجة واحدة اخرى زيدوها، يعني هذا يعني باش ما يعيكمش، هذا راه يعني منظم باش ما يعيكمش، ولكن اللي يكون عنده طاقة زايدة وإنرجي زايدة يقدر يزيد أي حاجة في هذا يعني تقدروا تعدلوا عليه، يعني أنا درته على حسب يعني على حسب الجميع وكل واحد يعدله بطريقته. كيما هنا جبت اسم زمل ديجا كنت كتبت صوالح اللي راني باغي نديرهم، ودوك رايحة نحطهم معاكم. وهنا هذه هي بعد ما كملت. شوفوا يعني الأحد كما أي مادة ديروها مادة أساسية مادة ثانوية، من غدوة من داك عاودوا ديروها في حل التمارين، يعني نفس المواد اللي قريتوهم البارح شو ما حليتوش عليهم تمارين عاودوا ديروهم الغدوة ديروهم في حل التمارين. ومن يعني كل يوم راكم ديروا دروس تاعكم، ومن من الغد رايحين تحلوا التمارين تاع هذوك الدروس، إن شاء الله يكون يعني وصلت لكم الفكرة. ودرك رايحين نروحوا للجمعة والسبت. الجمعة والسبت قسمتها فترة الصباح، فترة المساء، فترة بعد الإفطار، وفترة يعني في السهرة. شوفوا بعد الصباح يعني باسكو يكون الانرجي تاعنا طالعة بعد السحور، تما يعني تكونوا رقدتوا اليز، تما تنوضوا حفظوا مواد الحفظ، باسكو الصباح راح تكون يعني الدماغ تاعكم راح يكون ناشط، فحفظوا مادة حفظ وزيدوا لها مادة أساسية. ومن بعد يعني كما على بالكم رايحين نشغلوا انشغالات، ومن بعد من موراها تجي فترة المساء يعني ما بين 4 3 ونص هكا، يعني هذوك الأوقات ديروا مادة ثانوية. بعد الإفطار الجمعة يعني تكون بعد ما فوتوا يعني سيمانة شاقة رايحين ديروا بعد الإفطار يعني راحة، يعني الجمعة خليتها للراحة. وبعد السهرة راح ندير حل تمارين. أنا أعطيتكم يعني الجمعة والسبت شديروا فيهم. يعني كتبت لكم ملاحظة، كتبت لكم باللي يعني الجمعة والسبت راجعوا فيها جميع المواد اللي درتوهم في أسبوع، يعني ما تقروش مادة. يعني شوفوا أنا قلت لكم هذا الجدول راه قابل للتعديل، انا عطيتكم على حسب ما انا رايحه ندير. الا كنتوا قادرين تزيدوا حاجه واحده اخرى زيدوها في الجدول، اكتبوه وزيدوها، يعني راجعوا جميع المواد. هنا رحت ندير تاع السبت. اما السبت يعني بعد الافطار ما راحش تكون راحه، يعني فقط الجمعه خليتها بعد اسبوع شاق، فلذلك يوم السبت ما راحش تكون راحه. فهنا كنت ندير جمعة، يعني جمعة والسبت تقدروا ديروا نفس هاد المواد اللي درتهم انا، ولا تقدروا تبدلوا
كما أنا درت مادة اجتماعيات زائد مادة الرياضيات. المادة الثانوية درت اللغة الإنجليزية، وأكيد بعد الإفطار كما قلت لكم راحة وحل تمارين. درت حل تمارين في مادة الفيزياء ومادة الرياضيات، يعني زوج مواد أساسية. يوم السبت درت مادة اللغة التربية الإسلامية، يعني العلوم الشرعية والعلوم الإسلامية، يعني نتخلط في المواد تاعها في الاسم تاعها بعد ما طلعت الثانوية. زدت لها مادة الفيزياء، وهنا عاود وليت باسكو شفت يعني ما عادش نقدر نعاود نراجع كاع المواد، عاود كتبت في يعني في الجمعة زائد اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية. وهنا درت اللغة الفرنسية في المساء. وكما قلت لكم هنا يوم السبت يعني أنا ما درتش راحة يعني بعد الإفطار. وفي حل تمارين درت العلوم مع اللغة العربية. شوفوا يعني كما قلت لكم انا راه قابل للتعديل، اكتبوه. ديروا كابتور دوكران، يعني راني خليت لكم. الا تبغوا يعني نصوره لكم ونديره لكم في المنتدى قولوا لي في التعليقات. وهنا نكونوا كملنا الجدول تاعنا. يعني راح نعطيكم نصائح كيفاش يعني تتفاداو داك التعب، تتفاداو كلش. بعد هاد اللقطة هنا جيت يعني نوري لكم هذه الخلفية اللي درتها تاع جدول دراسة رمضاني، يعني زينته. ومن بعد كي تحلوا راح نتلقوا صفحة خاصة يعني بالأحد اثنين ثلاثة أربعة خميس أيام اللي نقرأ فيهم، وصفحة خاصة بالجمعة والسبت يعني أيام نهاية الأسبوع. قولوا لي إلا تبغوا يعني ندير لكم فيديو خاص يعني كيفاش تخطوا رمضان، يعني سواء من الصلوات، سواء من ختم القرآن، سواء من التراويح، سواء كيفاش تنظموا وقتكم اليومي. قولوا لي في التعليقات. وهنا إلا بغيتو ديروا كابتشر تاني، هذا يعني كنت مصممتها في البلانر تما خطط المراجعة الاختبار، ديروا له كابتشر وعاودوا رسموا في ورقة بيضاء. انا وريت لكم يعني الا تبغوا ندير لكم كما قلت لكم فيديو خاص يعني كيفاش ديروا كيما هكا. وهنا بعد كما قلت لكم بعد ما كملنا الجدول راح نعطيكم يعني نصائح تقدروا تستفادوا منهم في هذا رمضان. شوفوا يعني راني كما قلت لكم يعني التركيز يكون عالي بزاف يعني بعد الفجر وبعد صلاة التراويح. تم هنا قروا في هاد الفترات يعني كما درت لكم في الجدول. استعملوا ثاني تقنية برومودورو، تقروا 25 دقيقة 5 دقائق راحة، تعاود تقروا 25 دقيقة 5 دقائق راحة. يعني هنا التركيز تاعكم يكون عالي باسكو نتوما كتبداو تقروا 25 دقيقة يكون التركيز عالي، من بعد يبدا ينخفض. تما هنا عاودوا 5 دقائق عاودوا ديروا فيها يعني غيروا الجو باش تعاودوا تطلعوا الطاقة تاعكم. هذا ما كان. تاني ديروا جدول رمضاني راني درتها لكم. راجعوا بالخرائط الذهنية باش يعني ما تتعبوش بزاف. اشربوا يعني الماء مليح بين الفطور وبين السحور، ما تكتروش الماكلة يعني خاصة الماكلة ثقيلة بعد الفطور، يعني باش كتروحوا تصلوا التراويح وتجوا يعني تكونوا في المشية خفاف. ديروا قيلولة يعني صغيرة يعني ما بين الظهر. هذا ما كان. وتاني صلوا صلاتكم، قروا قرآنكم، ادعوا ربي، تكلوا على ربي، ديروا الثقة في ربي. يعني هاد الصوالح يعني دائما راني نقولهم لكم، يعني اصلا بلا ما نقولهم لكم راكم تعرفوهم. نقولوا تاني اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وهذا وكلا فيديو تاع اليوم، يعني نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم ولو بالقليل. ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو. ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات آراءكم ويعني اقتراحاتكم للفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا ولا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش ديروا لي اشتراك وديروا لي كومنتار لو كما كيفكم، وديروا لي جيم، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام. وباي.